لا استنى بس، على واحد استنى راح بس احسن وافضل نادي في العالم، في افضل دوري في العالم، من خلال اختيار لا حول ولا افضل قوة الا بالله مدرب في العالم، من طور كرة القدم بالشكل اللي احنا شايفينه بشكل رائع. وانت مطلق عليك او بيطلقوا عليك ان انت جوارديولا الغلابه يا عم. ماشي، فانت يعني راجل هو لعب، بتحتذي بيه يعني. هو لعب مع الراجل ولا لسه؟ لا طب اما يلعب كابتن، هو الناس دول بيجيبوا اي كلام؟ يا حق جوارديولا ده بيختار اي كلام. مصر دلوقتي حلوين وكويس جدا في اوروبا. هو ربنا كرمه الفتره اللي فاتت في الماتشات اللي هي بتاعت الفرقه بتاعته في المانيا، فقال لك بيجيب اجوان ينفع مع السيتي، نجيبه بقى وخلاص. طبعا. يعني انا ادفع 80 مليون يورو عشان اللعيبه اجيبه أيوة كده خلاص بيجيب اجوان. الراجل بيهدف اهو. ايوه طب ما هو يعني بيهدف، بس هو الموضوع مش تهديف بس يا كابتن. امال ايه؟ لا دي امور كتيره فنيه وخططيه يعني؟ ومتطلبات. لا يا كابتن ايه بيتشقلب. شفت يا كابتن رضا؟ طلع بيعرف يتشقلب. حلوه الشقلبه دي. لا وبعد كده طلع يقول لك امال ما ظهرش ليه قدام ارسنال؟ وريني هيعمل ايه في البرنابيو. يا عم اسكت، عم اسكت روح. النهارده في الاسبوع ال 25 من الدوري الانجليزي الممتاز بريمير ليج، كان في ماتش حلو قوي ما بين مانشستر سيتي ونيوكاسل. ابننا عمر مرموش قدر يسجل هاتريك في الماتش ده من الدقيقه 18 للدقيقه 32. لا هو انا مش كده انا ممكن افضل ساكت واجيب الاجوان نتفرج عليها. الجون الاولاني من ادرسون حلو، الثرو حلو، واللب حلو، والاحتفال حلو، كل حاجه حلوه. ايه بقى ويقول لك لا اصل هو محتاج سرعات بس. طب ما تيجي نشوف الجون التاني جاندوجان بيديها له في مساحه مزنوقه جدا، بيعرف يدي لنفسه المساحه عشان يعرف يشوط في القريبه. لا وخلي بالك ان دبرافكا هو واخد باله ان هو المفروض يشوط في البعيده، وده كان ذكاء مرموش ان هو حطها له في الضيق. الجون التالت انت لو هتتفرج هو فضل نفسه المساحه ازاي وعرف يحطها ازاي. تفضيل لوحده المساحه دي مش اي حد بيعرف يعملها. لا هو في ناس كتير قعدت تقول لك مرموش مش هينفع في الدوري الانجليزي، ومرموش مش عارف ايه. اولا مرموش لا يقارن بصلاح حاليا. مرموش لسه في البدايه، وصلاح ذا ايجيبشن كينج. ان انت تحاول تقارن ده بارقام ده مهما كانت من ارقامه احسن. كفايه ان احنا مبسوطين ان احسن فرقتين في الدوري الانجليزي نجومها مصريين. نبتدي بقى نتكلم في شويه تفاصيل. جوارديولا لو شاف الحلقه اللي فاتت بتاعتي مش هيظبط الفرقه بالطريقه دي. احنا كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت او الحلقتين اللي فاتوا عن مانشستر سيتي، ان انت المدافعين بيتضغط عليهم ما بيعرفوش يخرجوا من الكوره، ولما بيتضغط عليهم الكوره بتتقطع وبتطلع بجون. اخر حاجه كنا بنتكلم عليها ان المدافعين ما عندهمش المساحه اللي يعرفوا يلعبوا فيها، ما عندهمش زوايا التمرير الكتيره. فهنا يظهر جوارديولا بحركه واحده، لاعب جديد لسه جايبه اسمه نيكو جونزاليس. هو فعليا فاتح زاويه تمرير لاي لعيب معاه كوره. احنا كنا بنقول هو ازاي مانشستر سيتي لما وقع منه رودري، هو ازاي السيتي اتأثر بالطريقة دي. لا هو فعلا عشان انت بداية هجمة السيتي اصلا كانت بتبتدي ان انت لازم تحرك الكورة من ورا وتظهر مساحات في خط نص ودفاع الخصم عشان تعرف نص ملعب ومهاجمين السيتي ياخدوها. لما وقع رودري بداية الهجمة من ورا وقفت تماما، وده اللي عرف يعمله النهارده. مش هقول لك ان نيجو جونزاليس ده رودري القادم، بس على الاقل ان انت جبت كوفازيتش وجاندوجان والاتنين بيحاولوا يعملوا نفس الحكايه وما عرفوش.
خوسانوف اللي كان في ماتش تشيلسي بيغلط ومش عارف يصلح، خلاص هو غلط وخد انذار، خرج بره الماتش، ارجع يا عم الماتش مفيش، خررته ما بين الشوطين. بص خوسانوف النهارده نجم من نجوم الدفاع في الماتش. بلاش، احنا كنا بنتكلم ان اي حد بيلاعب مانشستر سيتي، اي حد بيلعب كوره مباشره، اي حد بيعرف يلعب على مانشستر سيتي كوره مباشره بتعمل مساحات كتير في الدفاع وبتبقى بنسبه كبيره اجوان. النهارده فرقه نيوكاسل هي مش فرقه ضعيفه، فرقه نيوكاسل فرقه من الفرق التقيله حاليا في الدوري الانجليزي. ان انت محجم خط الهجوم بالكامل في ايزاك وجوردن، خط النص بالكامل لا برونو جوماريتش ولا ويلوك ولا اي ظهور من نيوكاسل في الماتش النهارده. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انت النهارده مانشستر سيتي بيلعب، هو اللي بيلعب النهارده لعب مباشر عن طريق باصه سريعه، يا اما لمرموش، يا اما هالاند بيستلم وبيدي اللعيب، يا اما على الجناب هنا لسافينيو، والناحيه الثانيه اذا كان مرموش او مين اللي فاتح الجبهه الشمال في الحته دي. طيب السيتي بعد ما خلاص اتقطع منه الكوره بتعمل ايه؟ في نفس المكان اللي اتقطعت الكوره انت عايز تقطع منه الكوره تاني. وده الاساس بتاع الضغط العالي. انت بتلعب ضغط عالي، خلاص يبقى انت هتلعب ضغط عالي مكان ما تتقطع الكوره، مكان ما هتحاول تاخد الكوره تاني، او هتعطل الهجمه لغايه ما ترجع تمركز دفاعي ورا. وده فعليا اللي كان ناجح فيه مانشستر سيتي جدا النهارده. جوارديولا هرجع اقولها تاني، لو بص على الفيديو بتاعي فعلا لازم هو ده اللي كان هيعمله النهارده. هو لعب ضغط عالي بتمركز دفاعي، وخد النهارده ان هو يبقى فيه سرعات في الدفاع بخوسانوف وريكي لويس. وبلاش نتكلم عن ريكي لويس كتير. ريكي لويس هو مدافع ضعيف جسديا، بس النهارده كان عامل ماتش حلو، قافل الجبهه اليمين بالكامل مع خوسانوف. والنهارده اللي كان بالنسبه لي مفاجاه هو ستونز قافل عمق خط دفاع السيتي بالكامل. هي دي نفس الحوار، ان انا حاليا لما جندوجان نزل رجع لورا ونيجو جونزاليس رجع لورا، فتحوا زوايا تمرير لكل مدافعين السيتي، مفيش ولا باصه النهارده في دفاع السيتي غلط. ليه؟ في هنا ريكو لويس فاتح في نص الملعب، في اتنين فاتحين، وفي بعد كده انت لو عايز تنقل الهجمه لقدام وتبدا تطور هجمتك هتلاقي اذا كان مرموش او هالاند او سافينيو فاتحين بعد كده زوايا تمرير كتير للعيبه خط النص والدفاع. فودن النهارده هو ما كانش بيلعب جناح على قد ما هو كان بيلعب ورا الاتنين مهاجمين. هو برضه فاتح مساحه في الحته دي، فاتح زاويه تمرير ومدي المساحات لكل من هالاند ومرموش عشان يعرفوا يكملوا الهجمه بتاعتهم. انا كنت المره اللي فاتت بقول مفيش امل، برضه هو المره دي لسه مفيش امل، على الرغم من ريال مدريد بيتعادل مع اوساسونا 1-1. هنخرج يعني انا بالنسبه لي الماتش مهما برضه انت مش عشان مستوى ريال مدريد مش حلو وانت مستواك اتحسن في ماتش، خلاص بقى السيتي هيروح البرنابيو هيعمل المفاجاه. بغض النظر ان من دلوقتي انا بقول لك مرموش اساسي في الماتش البرنابيو يوم الاربعاء، مرموش هيلعب اساسي في الماتش ده، ومش عايز اقول لك انه ممكن يجيب جون كمان يوم الاربعاء لسه جاي. على الناحيه الثانيه كان في ماتش قبل ماتش مانشستر سيتي ونيوكاسل، ارسنال ده عجيب. كان في ارسنال وليستر سيتي الدقيقه 80 والنتيجه 0-0 والماتش مقفل، عشان جوارديولا من 10 دقايق كان منزل واحد اسمه مايكل ميرينو يجيب لك جون في الدقيقه 80 وجون في الدقيقه 89 ويخلص لك الماتش 2-0. جون بالهيد وجون تاني متابعه حلوه قوي من بصله روسارد. في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ زانيو ظاهره؟ مش كده. ارسنال بيقدر يغلب ليستر سيتي 2-0
عشان يقفل شويه ويقلل نقط الصداره مع ليفربول. مانشستر سيتي بعيد قوي عن اي منافسه عن الدوري الانجليزي، دي خلاص معروفه. انت الفرق ما بين مانشستر سيتي وليفربول 13 نقطه، ولسه ليفربول عنده ماتش مؤجل. بس خلينا ناخد بالنا من حاجه، يوم الاحد الجاي في مانشستر سيتي والليفر في الانفيلد، الاتنين مصريين هيلعبوا بعضيهم. من وجهه نظري هيبقى ماتش حلو قوي، وهياخد بروباجندا قبليه حلوه قوي 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 قوي. مرموش بص، انا هطبل لك للصبح، انا معاك. هاتريك في تالت ماتش ليك في الدوري الانجليزي، واخد كل الاشاده دي من كل الناس. جوارديولا رايح يقول لك انا هخليه احسن لعيب في العالم. لكل مجتهد نصيب يعني، لكل مجتهد نصيب. هسألك برضو كده حاجة بره نطاق الفرح. النهارده يعتبر يوم تاريخي بالنسبة لعمر مرموش. معلش ما تسألني الكلام ده بعد ماتش الريال. لا بص، النهارده ماتش كلش وكان فرقه اصلا لا بتنافس ولا لا يا حبيب قلبي. كان فين هو الماتش اللي فات، وكان فين الماتش بتاع ارسنال لما خسر 5؟ طب الهاتريك بتاع النهارده لا ايه يعني عادي، ده فرقه هي بتنافس، فرقه بتنافس. بس يعني كلمني بعد ماتش الريال اللي جاي. الماتشات التقيله دي هي اللي تقدر تحكم بقى على مستواه بجد، على امكانياته بجد، على شخصيته بجد. Yeah.